بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد، وصفة من وصفات أملينا كويزين. اليوم بإذن الله راح نشارك معكم لأول مرة شوكولاتة دبي اللي دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، وراح في الأخير نعطي لكم رأيي الشخصي فيها. إذا بدون إطالة نروحو لأول شي. راح نجيب هذا المول تاع الشوكولا الخاص بالشوكولا، راح نحط عليه هذا الملمع الغذائي ذهبي، نحط هكذا قطرات ولا كمية من هذا الملمع. وهنا عندي ملون غذائي أخضر سائل، أيضا راح نحط قطرات هكذا عشوائيا فقط باش نتحصل على هذاك الشكل اللي فوق الشوكولاتة دبي. بعد راح نجيب الشوكولا، أنا هنا استعملت المرجان، راح نقطعها إلى قطع صغيرة وراح نذوبها في الميكرووند ولا على حمام مائي، ما نضيف لها أي حتى شي يعني. لأن راح نقطعها هكذا دي مورسو صغار وراح نحطها في الميكرويف حتى تذوب. هنا بعد ما ذابت لي الشوكولا راح نضيف لها ملعقة كبيرة من الزيت فقط من أجل اللمعة. وراح نجيب هذاك المول تاعي وراح نحط كمية كطبقة أولى من الشوكولا، راح نعمر هذا المول بالشوكولا. نحاول نوصل الشوكولا للأطراف باش ما تقصفليش كي نحيها. راح نعمرها جيدا بهذه الطريقة، وراح نحاول يعني ندخل الشوكولا في المول، في أطراف المول كلها. بعد راح نتخلص من الشوكولا الزائدة بهذا الشكل، وراح نحطها بعد ما سويت الوجه تاعها راح نحطها في الكونجيلاتور. هنا جبت كمية من القطايف المحمصة، راح نضيف عليها هذا البخاليني تاع البيستاش ولا طحينة البيستاش. راح نضيف حوالي 3 ملعقة كبار من طحينة البيستاش وراح نخلط جيدا. ندخل هذه الكنافة فيه. وهنا عندي أيضا حوالي 50 غرام من الشوكولا البيضاء، نضيفها أيضا، ذوبتها في الميكرووند وراح نضيفها على الكنافة تاعنا بهذه الطريقة. هذه الشوكولا راح تضيف لها يعني ذوق ممتاز. راح نجبد الشوكولا تاعي بعد ما جمدت، راح نحط فوقها هذا الحشو تاع الكنافة ولا القطايف المحمصة مع طحينة البيستاش والشوكولا البيضاء. راح نحشيها، راح ندير كمية لا بأس بها. يعني هذه الكمية أخذت لي علبة من طحينة البيستاش وكمية من الكنافة. إذا راح نعمر جيدا هذا الليمول بهذا الحشو، نوصلها إلى الأطراف. راح نسوي الوجه جيدا هكذا بعد باش ما كي نضيفو الشوكولا من الفوق راح يجي مسطح. إذا راح نضيف الشوكولا من الفوق، نحاول ندخل الشوكولا في الأطراف باش تغلق لي الحبة. نحاول ندير طبقة ما تكونش رقيقة وما تكونش خشينة. بعد راح نجيب هنا الموس ولا أي حاجة باش نسوي بها الوجه. نحاول نغطي الكنافة تاعي جيدا وراح نتخلص من الشوكولا الزائدة. إذا بعد ما سقمتها الوجه تاعها راح نحطها في الكونجيلاتور. هنا بعد ما جمدت لي راح نديموليها
إذا هذه هي شوكولاتة دبي. هنا راح نجيب الموس وراح نحي لها الزوائد فقط باش يجي الشكل تاعها شباب. إذا هذه هي شوكولاتة دبي بطريقة سهلة ما فيهاش أي تعب، يعني تنجح لكم أكيد، يعني ما عندهاش أي حاجة كومبليكي. إذا راح نقول لكم رأيي الشخصي فيها بعد ما ذقتها. في الحقيقة عندها واحد ذوق يهبل، نقول لكم جربوها وما تندموش. وراح في الأخير نخليكم تسمعوا القرمشة تاعها. إذا وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، نقول لكم إلى اللقاء في فيديو واحد آخر إن شاء الله. سلام.